بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بارك وسلم على سيدنا محمد. اول حاجة قبل ما ابدا الفيديو بقول لحبيبتي اللي بتقول لي انت بترغي كتير واحنا بنمل من المشاهدة، او مش عارفة بنمل من ايه. شكرا يا حبيبة قلبي على كلامك. الف 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 شكر. انا مش برغي والله ولا حاجة، انا بوصل معلومة لعيالي ولاخواتي علشان المعلومة توصل للناس. الف شكر يا حبيبتي على كلامك وتقديرك للواحد. شكرا. بصوا يا جماعه، الفيديو دي النهارده كان المفروض النهارده هنزل لكم بقيت نواعم العيد، بس الفيديو ده كان لازم ينزل، فانا حبيت ان انا ما سابوش لي بعد العيد هنزله لكم. في حبيب قلبي، فالتورته دي كانت المفروض تتعمل، انا نزلت لكم بس الاسبونج عشان لو حد عايز يعمل في العيد، حد عايز هيعمل اواخر رمضان تورت ولا جاتوهات ولا حاجه، يبقى قلت انزل لكم الاسبونج البيتي دي جميل قوي قوي، هيفيدكم حلو قوي. وان شاء الله عشان برضو هننزل لسه بقيت حاجه العيد ان شاء الله. انا متاخره طبعا في حاجه العيد، بس والله انا بحب اتاخر دايما كده. ليه؟ على اساس ان احنا بنبقى خارجين من الصيام، فبنستنى يعني اسبوع ولا كام يوم على باب ما ناكل حاجه العيد، فببقى استنى عليها شويه كده. بس ان شاء الله كله هينزل ورا بعضه باذن الله اليومين الجايين ده. بس لسه هعمل لكم الكحكه على البارد بطريقه حلوه قوي قوي، هيعجبكم. وان شاء الله تدعوا لي على الوصفه بتاعه الكحك اللي هتنزل لكم دي، للناس اللي بتتعب من الكحك اللي على السخن. في ناس بتتعب بيبقى يحصل لها حموه كده على صدرها فبتتعب منه. ماشي، هنتكلم برضو مع بعض. انا هنا معايا كوبايتين الا ربع من الدقيق، معايا كوبايتين الا ربع من الدقيق، المج العادي ابو ايد اللي هو كوبايه الشاي اللي انا بستعمل منه. فمعايا كوبايتين الا ربع من الدقيق، معلقتين نشا، معلقه بيكنج باودر بمعلقه الاكل ممسوحه، معلقه ممسوحه. تمام. وضربت في الطبق 5 بيضات عليهم نص كوبايه سكر. يعني هنا بس كيس النشا كان فاضل فيه شويه، بفتحه عشان اكب النشا منه. فان شاء الله الكحكه على البرد هيعجبكم برده قوي. مش هعمل كحكه على البرد اضرب السمنه زي الكريم الشانتيه والكلام ده، لا لا لا، برده بطريقه زمان. ومش مش بعمل انا، لان السمنه اللي بتضرب زي الكريم الشانتيه دي يا جماعه الكحك بيغيب جدا في الفرن عشان يستوي، بيبقى زي القرص، بتحس ان هو زي كانك بتعمله قرص او بسكوتات. فلا، دي سكه تانية خالص. هيبقى على البارد، بس السمنه ما بضربهاش انا زي الكريم الشانتيه ولا القصه دي خالص. ان شاء الله تشوفوه يعجبكم باذن الله. تمام. انا بقى بعد ما قلبت الكوبايتين الا ربع دقيق عليهم معلقه النشا، عليهم معلقتين النشا، عليهم معلقه بيكنج باودر ممسوحه. معايا هنا المحسن اهو، هاخد معلقه بمعلقه الاكل كبيره. بعد ما ضربت البيض على السكر كده فككته من بعضه، هاخد معلقه محسن كبيره اهي، هحطها كده في قلب الطبق. بصوا بقى يا جماعه، لو انت بقى عايزه طب المقدار دي صينيه كام؟ المقدار ده صينيه 4، صينيه 26 24 و26. المقدار ده صينيه 24 و26. هعمل لكم ان شاء الله بعد كده ال 28 وال 30. انا معايا هنا نص كوبايه ميه. تمام. مش بحط عشان ينجح معاكم الاسبونج ما تحطوش نص كوبايه الميه مره واحده. انا حطيت بقى اهو على المحسن، بعد ما ضربت البيض والسكر شويه، حطيت المحسن، حطيت شويه ميه، ضربت ضربه كده. بعد كده حطيت الدقيق اللي هم كوبايتين الا ربع من الدقيق. ابدا بقى بالنص كوبايه ميه انزل بها معلقه 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 كده لحد ما اجي. يعني انا معايا هنا نص كوبايه ميه، معلش اسفه، نص كوبايه ميه وعليها معلقه كبيره. معلقه كبيره خليتها اخر مره حطيتها بعد ما حطيت نص كوبايه الميه. انزل حبه 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 بشويه الميه. شوفوا كده، كل ما تنزلي بها تدريجا كل ما تديكي قوام عالي. تمام. شوفوا ضربت القوام خالص اهو، لما القوام فتح معايا وبقى جميل. السبونش دي جميل قوي قوي يا جماعه. طب حد يقول لي طب انا عايزه اعمل جاتو، هتعملوا جاتو؟ هقول لكم مقادير ال3 بيضات، عشان دي لو اتعمل جاتو في الصاج ال 30 في 40 هيبقى الارتفاع بتاعه عالي قوي. لو انت بتحبي الجاتو الارتفاع بتاعه عالي قوي قوي، اشتغلي كده واقسمي الصاج نصين، بس هيبقى ارتفاعه عالي. لو انت عايزه ارتفاعه معقول هيبقى 3 بيضات بس. دي برضو بيبقى ناس كتير بتحب ارتفاع الجاتو حلو عالي قوي، بدل ما يعملوا 3 طبقات يعملوا طبقتين. خلاص، انا هنا معايا الصينيه اهيت، غلفتها بورق زبده من جنبنا اهيت، مولعه الفرن فوق وتحت. فوق بس ضعيف جدا جدا، وتحت شديد شويه. خدت معايا قد ايه في الفرن يا جماعه؟ خدت نص ساعه. بعد النص ساعه النار هاديه معقول، تجيبي خله سنان اللي هي الخله بتاعت الشيش طاووق، العصايه الكبيره دي، لان هي ما شاء الله ارتفاعها كان عالي، وتنزلي العصايه طلعت منك فيها عجين. هدي بقى النار قوي قوي وسيبيها، وفي احمرت من فوق تدفي من فوق.
يعني انت لو حسيت انها احمرت من فوق والكيكه لسه نيه، لا اطفي من فوق، ما تسيبيش من فوق بقى والع عشان الكيكه ما تنشفش معاكي من فوق. اطفي من فوق وسيبي بقى من تحت هادي لحد ما تحطي العصايه بتاعت الشيش تطلع معاكي، تمسكها بصبعك يطلع معاكي ناشفه. بصوا بسم الله ما شاء الله طلع الكيكه عامله ازاي. كيك بيتي تحفة. انتوا من اول ما دخلتوا عندي القناة انا ما بستعملش دقيق جاهز خالص خالص. القشقوطة والحليب الكيكة باللبن والجاتوهات والطرط كله بستعمله بالدقيق من البيت. معايا هنا دي فوطة كده بغطي، يعني بغطيها عشان ايه تبقى طرية معايا حلوة. غطيتها كده واركنها شويه، لان انا يا جماعه بسرع واقوم مطلعه الكيكه من قلب الصينيه وهي سخنه، فبصراحه بتتكسر مني. فالمره ده حرمت بقى، فسبتها لما بردت بقى معايا شويه هي، يعني حوالي خدت نص ساعه، سبتها نص ساعه غطيتها وسبتها نص ساعه تطرى معايا كده، ويعني زي ما عايزه اقول لكم الكلمه مش عارفه تيجي في دماغي، يعني ترد الحاجه ترد. زي ما بنطلع كده القرص ونغطيها تحس ان القرصه ردت في بعضها كده. تمام. انا كده بقطع بقى الورق اللي هو في جنوب كده عشان اعرف اشيلها. ديت يا جماعه دي انا عامله هنا صينيه 26، ديت انا عاملاها في صينيه 26. تمام. شلت بقى الورقه هقلبها معاكم اهو تشوفوها. تحفه تحفه ما شاء الله ما شاء الله والله يا جماعه، يعني بسم الله ما شاء الله. يعني اتبعوا المقادير يا جماعه واحده واحده، والله كل حاجه هتنجح معاكم، بس خدوا بالكم بس. يعني من المقادير ممكن تكوني بتجري الفيديو فاتك حاجه بتاع، لا خدي بالك من المقادير. انا ماني يعني في ناس كتير تقول لي المقادير في صندوق الوصف، لا انا عايزاكي مش موضوع مش في صندوق وصف، يعني تاخدي بالك من الشرح. اعرفي انا عملت ايه وحطيت ايه، اشوف الميه بالتدريج حبه حبه اتحطت. ضربت البيض في السكر الاول شويه وبعد كده حطيت المحسن. في خطوات، الخطوات دي اللي تخلي معاكي الحاجه بسم الله ما شاء الله ناجحه. شايفين الكيكه عامله ازاي يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا. وهفتحها لكم، انا ما كنتش هفتحها، يعني بصراحه انا ما كنتش هفتحها لان أنا الهدف ان انا اعمل لكم الكيكه بس انا بقى حبيت ان انا افتحها عشان اوريكم بياض الكيكه من جوه. شوفوا الارتفاع بتاعها، تقطعها 4 طبقات وانت مرتاحه. بس انا كنت عايزاها 3، بس انت تقطعها 4 طبقات وانت مرتاحه، تورته 4 طبقات تحفه. انا جلستها كريمه 3 طبقات بس، وكان الارتفاع بتاعها رهيب. اشحال بقى لو انت كمان قطعتها 4. بس عشان تقطعها 4 طبقات عشان اكون صادقه معاكي لازم يكون عندك منشار. المنشار اللي هو اللي مش المنشار اللي انت تشوفيني اقطع بيه الوقت، لا المنشار التاني اللي بتحطه على الرخامه وتمشي بيه. دي يقطع معاك 4 كويس. لو انت متمكنه انك تقطعي بالمنشار اللي انا قطع بيه اعملي 4 طبقات، مش متمكنه قطعها خلاص 3. لكن انا عن نفسي كنت انا عايزاها 3 بس، لان انا مش عايزاها عاليه قوي كده، انا عايزاها يعني عاليه بس، مش لان لو عملتها 4 كانت هتبقى تورتايه عاليه جدا. خلاص شايفين عامله ازاي؟ تحفه تحفه جميله. هقلبها بقى دلوقتي اقشر بقى الوش بتاعها وهنقطعها مع بعض وتشوفوا شكل الكيكه من جوه شكلها عامل ايه. باذن الله اعتمدوا. انتوا عارفين انتوا بعد العيد بتحبوا الحلويات وبتحبوا التورت والكلام ده. في ناس في ناس على فكره في رمضان بتحب تشتري الجاتوهات والتورت والحاجات دي، يعني بيحبوها جدا يعني كمان عن الحلويات. فان شاء الله تعجبكم باذن الله. شايفين طريقه جميله عامله ازاي؟ طريه جدا جدا وهشه بطريقه ما شاء الله حلوه قوي قوي. انا هنا قشرت بقى الوش بتاعها اهوت اهو. لازم الوش بتاع الكيك يا جماعه تقطعيه، لازم تشيليه عشان دي بتبقى فيه الزفره. خلاص. شوف بقى انا بمشي كده بقطع. بصوا عندك كمان تحت اهو 3 طبقات، يعني تطلع معاك 4. انا هنا عامله كريمه عشان اجلسها. طبعا دي بقى مش هصوره معاكم، بس انت هتشوفوها بعد ما جلستها ارتفاعها قد ايه. وهكملها انا بقى تزيين. انا اهم حاجه عندي ان انا منزله لكم طريقه الاسبونج. شايفين المنظر يا جماعه؟ بصوا تحفه جميله جدا، حلوه قوي قوي قوي. شوفوا بقى وتحس. وبصوا بقى اللي ميزه فيها اللي هي مرمله مرمله جدا جدا، مش كيكه مكتمه. يعني هي مش كيكه مكتمه وما تحتاجش انك تسقيها، يعني مش عايزاكي انك تسقيها سيرب ولا تسقيها اي حاجه. الكيكه هشه ومش محتاجه، انت مش يعني حرام انني اسقيها اي حاجه. فانا عامله ازاي؟ مش مكتمه وهشه جدا جدا.
باذن الله تعجبكم للناس اللي بتسالني دايما على الاسبونج. ان شاء الله ان شاء الله بعد العيد طبعا بقى هنعمل الاكلات طبعا. مش عايزين برضو نركز على الحلويات قوي يا جماعه، عشان انتوا عارفين القناه بتاعتي طبخ وحلويات. ف عايزه برضو ادي للاكل حقه برضو شويه. تمام. لان الفتره الاخيره حطيت ركع الحلويات جامد واهملت الطبخ بصراحه. شايفين الكيكه عامله، هي باينه وهي بتتقطع، شايفين باينه وهي بتتقطع ازاي اهيت. انت بقى عايزه تقطعي 4 اقطعي. بس هي 3 تورته جميله قوي، 3 في الارتفاع ده حلو. بصوا. ابقى اوريها لكم اهي. انا بقى هجلسها واوريها لكم بعد التجليس، برضه اوريكم الشكل بتاعها بعد التجليس. ونبقى هكمل تزيينها ان شاء الله بعد الفطار. خلاص. بس انا الفيديو هدف منه، شوفوا الترمله مرمله جدا. الهدف من الفيديو انني اوريكم الاسبونش البيتي. يعني ما تشتروش، اعملوا، اعتمدوه واعملوه جميل جدا معاكم. شايفين انا هنا بقى جلستها، شايفين الارتفاع، شايفين الارتفاع بتاعها يا جماعه، عاليه جدا، حلوه قوي قوي قوي. يعني ارتفاعها بصراحه جميل، جميل قوي قوي. كده بس يعني انا عملتها ما زينتهاش بكريمه بيضاء. انا كان عندي كريمه شوكولاته كنت محتفظه بها في الفريزر، يعني خساره طلعتها وضربتها بالمضرب وجلست بها كده. تمام. بتبقى جميله برضو على فكره بتبقى الكريمه الشوكولاته جميله قوي مع الكيكه البيضاء، حلوه قوي 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 بصراحه. طب لو انت عايزه تعملي المقادير دي الشوكولاته، بعد ما تضربي الاسبونج خالص، بعد ما تضربيه خالص كده ويرتفع معاكي، يرتفع معاكي جدا بقى ويعلى خلاص، اخر خطوه تعمليها جيبي معلقه كبيره بتاعه اكل ونص كاكاو، وقومي حطاهم وحط عليهم نقطتين ميه او معلقه زيت واضربيهم. ما تحطيش الكاكاو في اول الضرب، لا خليه الاخر خالص. وحط معاهم معلقه زيت او معلقتين ميه وقومي ضرب معلقتين ميه ساقعه، ويستحسن معلقه الزيت الكبيره، وقومي ضربه بقى اخر خطوه خالص دي. تحطوش في بدايه الضرب عشان يرتفع معاكي. شايفين التزيين بقى براحتك بقى، زيني بقى زي ما انت عايزه. اهم حاجه عندك الكيكه، اهم حاجه عندي الكيكه. الكيكه اللي باكلها اللي بحس بطعمها ان كانت مكتمه ولا هشه ولا مش التزيين. اهم حاجه الكيكه اللي اكلها الاقيها دايبه، مش حاسه ان انا باكل كيك، باكل هوا. ده اهم حاجه في الموضوع. يلا هستنوا بقى من الفيديوهات الجديده ان شاء الله بتاعت الحلويات. سلام عليكم.